Good morning يا سنة تالتة. Today إن شاء الله we will take unit 2 lesson 1 and 2. عنوان الوحدة اسمه books and reading. الكلمات بتاعتنا النهاردة يختار choose تاريخي historical رواية novel بوليسي detective قصة story محبوب popular يحل solve اهتمام interest صفحة page عنوان title حقائق facts العالم the world مقالة review فجأة suddenly ينسخ copy رقم number أثناء during مفيد useful لغة language عنكبوت spider جاف dry طريق road ثواني seconds نوع kind تهب blow ورق شجر leaves يرتعش tremble ضعيف weak يستمر last إذا لم unless الجرامر بتاعنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكومباراتيف والسوبرلاتيفز المقارنة والتفضيل. هستخدم fewer the fewest ده بالنسبة للعدد little less the least ده بالنسبة للكمية، وهنشوف كل واحدة أنا هستخدمها إزاي. معاك أول واحدة few قليل للعدد. خدت بالك قليل للعدد لازم يجي وراها عدد أو اسم يعد جمع، زي مثلا بقولك ايه there are few books with the students. تمام، خدت بالك few جه وراها ايه books اسم جمع. طب لو هبدأ few students read magazines. طيب little قليل للكمية بيجي وراها كمية أو اسم مفرد لا يعد، زي مثلا بقول ايه there is little water in the bottle. في مية قليلة جدا في الإزازة. خدت بالك little جه وراها water اسم لا يعد. المثال الثاني I have little time to read this year. خدت بالك من المثال الثاني أنا عندي وقت قليل إن أنا أقرأ العام دون. كلمة little برضو جه وراها time اسم مفرد لا يعد. طيب في حالة المقارنة fewer than أقل من للعدد. دي لما أحب أقارن ما بين حاجتين أو ما بين شيئين، زي مثلا بقول إيه I have got fewer books than you. برضو هنا fewer لازم يجي وراها اسم جمع. أقل من الكمية في حالة المقارنة برضو less than زي مثلا ما بقول له you have got less meat than I have. خدت بالك هنا من كلمة less جه وراها meat اسم مفرد لا يعد. طيب الأقل للعدد the fewest. This class has the fewest students. برضو هنا عند التفضيل fewest لازم يجي وراها اسم جمع. طيب the least الأقل للكمية برضو لازم يجي وراها اسم مفرد لا يعد. That bottle has the least water. طيب في حال الجمل اللي write أول جملة عندي I don't have many friends وعايز نستخدم few. بعمل إيه على ما أجي أحل؟ بشيل don't وبشيل many وبقول إيه الآي عندي بتنزل زي ما هي وهاف. few friends بتبقى I have few friends. طيب الجملة اللي بعدها سلمى has few pens وعايزني استخدم many. طالما الجملة هنا مثبتة
احولها للنفي. طب لو منفيه احولها للاثبات. خد بالك من الجمله دي. هبقول ايه؟ سلمى. سلمى طبعا اسم مفرد، والاسم المفرد في زمن البريزنت سيمبل بياخد doesn't، وما ينفعش اقول doesn't has، لان doesn't بيجي وراها infinitive فعل في المصدر. يبقى هقول سلمى doesn't have many pets. طيب not many بتساوي few. بص الجملة الأولانية دي بيقول لي not many people came out as it was very cold. عايز نستخدم few. هجيب few في أول الجملة، هشيل not many هحذفها خالص وأحط بدلها few. يبقى هقول إيه؟ few people came out as it was very cold. الجملة اللي بعدها we don't have much money، وعايز نستخدم little. أنا ليه هستخدم little؟ لأن عندي هنا money لا تعد، اسم مفرد. أنا لسه قايلة إيه فوق؟ طالما الجملة منفية هحولها للإثبات. we هشيل don't وهشيل much، يبقى هقول we have little money. الجملة اللي بعدها علي has little food، وعايز نستخدم much. طالما الجملة مثبتة أحولها للنفي، يبقى علي اسم مفرد. علي doesn't have much food. Sally has more pens than Sarah، عايز نستخدم fewer. الجملة دي بتقول ايه؟ ان سالي عندها اقلام اكتر من سارة. هنا fewer معناها اقل العدد، يبقى انا هعمل ايه؟ هنا هشقلب الفاعل. مين اللي عنده يا سنة تالتة اقلام اقل؟ سالي ولا سارة؟ سارة. يبقى هبدأ بمين؟ هبدأ بسارة، وهقول سارة has، هشيل more واحط بدلها fewer. هشيل more احط بدلها fewer، يبقى هقول سارة has fewer pens than Sally. طيب شوف كده الجملة اللي بعدها برضو عمر has more homework than أحمد. عايز نستخدم less. هعمل ايه؟ هشقلب. هبدأ بمين؟ هبدأ بأحمد. يبقى هقول أحمد has، هشيل more وعوض عنها less، يبقى أحمد has less homework than عمر. طيب نشوف كده نمبر 4. أنا عندي عند استخدام few fewer و the fewest بدل من little و less و the least. يعني أنا لو عندي little و less و the least ممكن أعوض عنهم ب few و fewer و the fewest في حالة واحدة بس، لو حطيت أداة تجزئة. يعني مثلا ركز معايا في المثال الأولاني، عمر bought less petrol than أيمن. لو عايز نستخدم fewer ما ينفعش أقول fewer petrol، لأن fewer لازم يجي وراها اسم جمع، يبقى أنا هحط هنا أداة تجزئة. يبقى هقول إيه؟ عمر bought fewer liters of petrol than أيمن. تمام كده؟ طيب بص كده معايا الجملة دي، أحمد has 5 books، يارا has 3 books، وعايز نستخدم fewer. هنا بيقول لي في المثال ده أحمد عنده 5 كتب ويارا عندها 3 كتب، يبقى مين اللي عنده كتب الأقل؟ يبقى يارا. يبقى هقول يارا، طبعا هخليها جملة واحدة، هقول يارا has fewer books than أحمد. الجملة اللي بعدها عمر ate 150 grams of rice، I ate only 100 grams، وعايز نستخدم less. هقول ايه؟ I ate less rice than عمر، يعني أنا أكلت رز أقل من عمر. شكرا يا سنة تالتة.